طبعا كده معظمنا عندنا في الفريزر شوية جلاش مكسرين كده ومفرفتين من بعض ومحطوطين في قلب كيس ومحطوطين على جنب كده في الفريزر، وكمان شوية كنافة كده، وكل ما نفتح الفريزر نكون محتارين هنعمل بيهم ايه. تعالى اقولك بقى، لو عندك شوية جلاش مكسرين واقل من ربع كيلو كنافة هتعملي بيهم ايه. في الاول كده هنجيب حلة او ووك او طاسة او اي حاجة نرفعها على النار ونحط فيها 3 كوبايات من اللبن. هنحط عليهم 3 معالق كبيرة مليانة على الاخر من النشا، ومن 3 ل 4 معالق كبار من السكر، وطبعا السكر براحتك، وعليهم كمان معلقة من الفانيليا. هنقلب الحاجات دي مع بعض كويس جدا على البارد، وبعدين ناخدهم على النار، وطبعا تقليب مستمر. اول لما تلاقي ان القوام بتاع الكريمه بدأ يربط معاكي بالشكل ده، حطي معلقتين قشطه او معلقتين وش لبن المتوفر عندك، لو مش موجود عندك ده او ده حطي معلقه زبده. هنعمل ايه بقى بعد كده يا مروه؟ هناخد القشطه بتاعتنا دي ونفضيها في طبق، وهنغطيها بكيس بلاستيك، وطبعا هنسيبها في حراره المطبخ، وبعدين ندخلها التلاجة لحد لما تبرد خالص. بعد كده بقى هنجيب الكنافه. ده بالظبط كده كان حوالي 300 جرام من الكنافه. طبعا الكنافه بتاعتي مفرزه، اول لما بتخرج من الفريزر بفركها كده بين ايديا، بتنعم معايا خالص بالشكل ده. هنجيب بقى طاسه على النار ونحط فيها معلقتين كبار من السمنه، انا حطيت سمنه بلدي لانها بتفرق جدا في طعم الكنافه. وطبعا تقليب مستمر يا جماعه على النار كده، والنار تكون متوسطه لحد لما الكنافه تتحمر معانا وتاخد اللون الذهبي الحلو ده. هنحاول بقى كده واحنا بنحمر الكنافه ان احنا نغمق اللون بتاعها شويه، بس في نفس الوقت يا جماعه ناخد بالنا اننا ما نحرقهاش. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب برضو طاسه نحط فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي، وهننزل بقى بشويه الجلاش المرهقين اللي في قلب الفريزر كده بقالهم شهرين 3 ما حدش بيسال عليهم. هنعمل ايه بقى؟ هنحمر الجلاش، طبعا تقليب مستمر زي الكنافه بالظبط كده. اهم حاجه ايدك فيها وبتقلبي باستمرار، والنار تكون متوسطه لحد بقى لما الجلاش كله يتحمر وياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص الكنافه اتحمرت والجلاش اتحمر. هناخد بقى الجلاش اللي احنا حمرناه ده نحطه فوق الكنافه، وهنضيف عليهم من 3 ل 4 معالق كبار من السكر البودره. ممكن نحط مكان السكر البودرة اي شربات حلويات موجودة عندك، بس انا بفضل ان احنا نحط هنا سكر بودرة، بيخلي الكنافة والجلاش مفرفطين كده من بعض مفلفلين. اما لو حطينا عليهم شربات حلويات بتحس ان الكنافة اتكتلت في بعضها كده وعملت كتل. ضفت عليهم كمان 4 معالق كبار من جوز الهند، جوز هند خشن وجوز هند ناعم، وطبعا دي خطوة اختيارية، مش حابة تحطيها ما تحطيهاش، ولو حابة تحطي اي مكسرات تانية بقى سوداني جوز هند اي حاجة موجودة عندك حطيها. هنحتاج بقى الحبايتين كبار من المانجا، وانا ما كانش عندي مانجا فريش، بس طبعا المانجا كتير في السوق الايام دي وماليه السوق ما شاء الله، بس انا ما كانش عندي مانجا فريش فهعمل بمانجا مفرزه. وسمعتكم اهو يا جماعه ان المانجا متلجه وخارجه من الفريزر، زي ما انتم شايفين قدامكم بقى كده المانجا لسه خارجه من الفريزر. انا كل اللي انا بعمله يا جماعه اني بجيب المانجا، واحسن نوع مانجا للتخزين هي المانجا الزبديه. انا بجيب المانجا وبغسلها وبنشفها كويس من الميه، واحطها في اكياس بلاستيك زي ما هي كده، وبكون عامله في الفريزر درج كده لتخزين الفاكهه بقى، مانجا جوافه فراوله. بحط المانجا في قلب الدرج، ولما بحتاج مانجايه او 2 بخرجهم احطهم تحت الحنفيه ثانيتين 3 مش اكتر. وبعد كده باخد المانجا وهي لسه مجمده، بقشرها زي ما انتم شايفين كده، وبقطعها برده وهي لسه مجمده. لو سيبنا المانجا يا جماعه لحد لما تفك مش هنعرف نقطعها خالص ولا هنعرف نقشرها، لازم نقطعها وهي لسه مجمده. كل ما في الموضوع ان احنا بس نتحمل درجه الحراره بتاعه المانجا على ايدينا. انا الحمد لله بكون متحمله الموضوع ده وبقشرها عادي جدا. لو انت بقى مش هتقدري تتحملي الحراره بتاعه المانجا وهي لسه متلجه كده على ايديكي، افتحي الحنفيه وحطي المانجايه تحت الحنفيه وقشريها والميه شغاله، هتتقشر معاكي برده بكل سهوله. وبس كده خلاص يا جماعه، لان انا جالي اتهامات كتيره جدا جدا ان انت يا مروه بتكذبي علينا، والمانجا اللي انت بتعمليها دي بتكون مانجا فريش. والله يا جماعه مانجا مفرزه. هنقطع المانجا بتاعتنا مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وطبعا بنقطعها قبل ما نشتغل بيها على طول. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، وهنحط عليه نص كوبايه من عصير المانجا، والمانجا تكون متلجه، وعصير المانجا عندي كان فيه سكر. لو المانجا بتاعتكم مفيش فيها سكر حطوا معلقتين من السكر البودره. هنضرب بقى الكريمه بتاعتنا لحد لما القوام بتاعها يتماسك كده، وبعدين هننزل عليها بالقشطه اللي احنا حضرناها مع بعض في اول الفيديو، وهنرجع نضربهم تاني مع بعض كويس جدا لحد لما الكريمه توصل للقوام اللي انتم شايفينه ده. هناخد بقى الكريمه بتاعتنا دي ونحطها في كيس حلواني علشان تسهل علينا كده التوزيع واحنا شغالين. هنجيب بقى الكوبايات بتاعتنا او الكاسات او الكبات اي حاجه موجوده عندك. انا كان عندي الكبات الورق دي اللي هي بتاعه الديسباسيتو، عملت فيها اول حاجه هنعملها هناخد طبقه من الجلاش مع الكنافه ونحطها كده في الارضيه ونضغطها كويس. وطبعا الطبقه دي زي ما قلت لكم بقى حابين تزودوا معاها جوز هند سوداني لوز اي مكسرات موجوده عندك حطيها. هنعمل طبقه من الكنافه مع الجلاش، وبعدين نعمل طبقه كويسه كده من الكريمه، وبعدين نحط عليهم طبقه من المانجا،
والمانجا يا جماعه زي ما قلت لكم كده احنا بنقطعها قبل ما نشتغل بيها على طول، علشان برضو لو قطعناها وسيبناها لحد لما تفك مش هتطلع معانا مكعبات بالشكل ده. وهنرجع نعمل تاني بقى طبقه كمان من الكنافه مع الجلاش، واخر طبقه دي يا جماعه بقى هعملها نصين، نص هعملها بالكريمه والنص التاني هعملها بالمانجا، علشان الناس اللي بتحب تاكل الكنافه مليانه مانجا اكتر والناس اللي بتحبها مليانه كريمه اكتر. هنقسم بقى القاب بتاعنا كده على نصين، نص حطيت عليه كريمه والنص التاني حطيت عليه مكعبات مانجا زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى شويه مانجا وضربتهم في الخلاط من غير اضافه ميه خالص، حطيت معاهم بس معلقتين من السكر، واخدت بقى بيوريه المانجا ده وحطيته كده فوق المانجا. وهنرجع بقى تاني فوق الكريمه نحط رشه كده من الجلاش مع الكنافه، وبس كده يا جماعه قدموها بالف هنا. مش قادره اوصف لكم بقى جمال الطعم، الميكس بقى بتاع الجلاش المقرمش كده مع الكنافه بجد بجد طعمهم وهمي. ان شاء الله بقى تجربوها بالطريقه دي وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا جدا. وبس كده خلاص خلصنا والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده كده وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاعي النهارده عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو، وبالف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.